السلام عليكم جريد 5. اهلا بيكم. طبعا انتوا بتتابعوا قناة دكتور ساينس ومعاكم دكتور شيماء لبيب، وهنا بنبدأ نكمل معانا شرح الجريد 5 الساينس، مادة الساينس، وهنبدأ احل معاكم اكسرسايز على lesson 1. اول سؤال بيقول طبعا ده choose the E of plant absorb water and nutrient. مين اللي بيمتص الووتر والنيوترينت from the soil؟ برافو، الروتس. تاني سؤال بيقول humans and animals need to eat to get. محتاجين ناكل عشان نحصل على ايه؟ على الانرجي. plants make their food by a process known as. ازاي النبات بيعمل الاكل بتاعه؟ طبعا بعملية البناء الضوئي. dash and dash يعني ايه وايه؟ are are from the plant needs that help it to make photosynthesis process. احتياجات النبات. هل الأكسجين والووتر هل الأكسجين من احتياجات النبات؟ لا. هل الووتر والإيرث وورمز؟ لا، ماليش علاقة بالإيرث وورمز. هل الصن لايت والكربون دايوكسيد؟ الكربون دايوكسيد والصن لايت، يبقى أنا عندي الاتنين صح. هل النيوترينت والأكسجين؟ طبعا لا، الأكسجين لا، يبقى أنا هختار نمبر بي. بعد كده plants and humans are similar. الاتنين دول شبه بعض in some of their basic needs to survive such as. يا ترى البلانتس والهيومنز شبه بعض في ايه؟ number A sunlight and rocks. هل البيزك نيدز بتاعت الهيومنز والبلانتس من ضمنها السانلايت والروكس؟ طب السانلايت ماشي، الروكس لا. طيب هل الووتر من البيزك نيدز؟ للاتنين ايوه، والاير برضو للاتنين، برافو عليكم. يبقى انا كده هختار رقم بي. طبعا الكربون دايوكسيد لا، مش من البيزك نيدز للهيومن، انا عايزه حاجه مشتركه بينهم هما الاتنين. وكمان السويل والووتر اللي هي نمبر دي طبعا برضو مش حاجه مشتركه، لان السويل يعني برضو هناخد بعد كده في الليسونز اللي جايه ان السويل مش من البيزك نيدز بتاعت البلانت. طبعا هي الهيومن ملوش علاقه بالسويل، يبقى هي الاجابه رقم بي. plants take A from the air. بياخدوا ايه من الاير to make its food؟ carbon dioxide. all the following are plant basic needs to make its own food except. وهنا مع كلمة except لازم احط عليها كده دايرة او علامة علشان ما اتلخبطش. في السؤال بتاع except ببص كويس للجملة، بيقول لي كل اللي في الاختيارات من البيزك نيدز ما عدا. يبقى كلمة except دي معناها ما عدا. ما عدا مين؟ مش من البيزك نيدز. طيب الووتر من البيزك نيدز؟ الاير من البيزك نيدز ايوه. الصن لايت يبقى مين اللي مش من البيزك نيدز؟ الروكس. السؤال رقم 8 which of the following sentences is wrong. مين في الجمل دي نعتبرها غلط؟ هنمسك القلم وبالراحة كده نقرأ السؤال ونقرأ الإجابات. plants need sunlight to grow. هل النبات محتاج السانلايت علشان ينمو؟ صح. plants roots جذور النباتات absorb water from the soil. مظبوط. plants make their own food by respiration. هل النبات بيعمل الأكل بتاعه من خلال عملية التنفس؟ لا طبعا غلط. plants make their own food in their leaves. بيعمل الأكل بتاعهم في الأوراق. صح. يبقى أنا قريت كويس كل الاختيارات وبعد كده هختار الإجابة الصح اللي هي ايه اللي مش من البيزك نيدز except. ماشي، يبقى أنا هختار رقم سي. water and nutrients are carried. الووتر والنيوترين are carried from roots to the leaves through ايه؟ تاني السؤال ده تاني. الووتر والنيوترينتس بنشيلهم من الجذور نوديهم للليفز للأوراق من خلال ايه؟ يعني ايه اللي بين الجذور والليفز؟ طبعا الستم. in photosynthesis process plant produces. النبات بيطلع ايه؟ وهنا استنى شوية، ليه؟ لان النبات بيطلع كذا حاجة، بيطلع شجر، بيطلع اكسجين، وزي ما هناخد بعدين بيطلع ووتر فيبر، ابخرة مية. فانا هشوف هو بيقصد ايه بالظبط. to get energy عشان يحصل على الطاقة. يبقى مين اللي بيديله الطاقة؟ طبعا الشجر. الصفحة التانية الجدول ده sunlight هنختار لها ايه من هنا؟ يعني ممكن الsunlight
ممكن نختار لها is necessary for plants growth، مهمة لنمو النبات، فأنا ممكن اختار لها رقم B. أنا كده خدت B أشطب عليها. كربون دايوكسيد، طبعا كربون دايوكسيد ممكن نقول هل هو a gas which is produced، هل هو بيطلع من عملية البناء الضوئي؟ لا. طيب هل هو gas which is used by the plant during the photosynthesis process؟ هو غاز بناخده من غاز بيتم استخدامه في عملية البناء الضوئي، يعني أنا ممكن اختار لها الإجابة إيه. ووتر ممكن نختار له إن هو الإجابة إيه is absorbed by the roots of the plant، يبقى أنا كده هختار إيه. الأكسجين طبعا هو gas is which is produced، بيتم إنتاجه من عملية البناء الضوئي اللي هي الإجابة رقم D. طيب تعالوا نحل إيه put true or false. plants need water and air only فقط to grow. غلط. stem of the plant absorbs water from the soil. هل الستيم هو اللي بيمتص المية من التربة؟ لا. human و animal and plants need food and water to survive. مظبوط. plants use the sunlight to make their own food. طبعا. carbon dioxide gas is one of the plant needs that helps it to grow and survive. مظبوط. photosynthesis process take place in the plant roots. هل عملية البناء الضوئي بتحصل في البلانت roots؟ طبعا غلط، هو في الليفز. the plant can make its own food in the absence of water. وكلمة absence دي معناها غياب. هل البلانت ممكن يعمل الأكل بتاعه والمية مش موجودة وهو ما خدش المية؟ طبعا غلط. طيب تعالوا نكمل حل كده. plant consists of a stem و A و A. هو طبعا هنا عايز البلانت parts اللي هو الستيم، وممكن نكتب الروتس، وممكن نكتب الليفز كمان. البلانت absorb A و A from the soil. المفروض البلانت بيمتص ايه؟ بيمتص الووتر، كمان بيمتص النيوترينتس من التربة through their ايه، من خلال ايه، يعني مين اللي بيمتص الاتنين دول؟ من خلال الروتس. طيب السؤال اللي بعد كده plants make their own food. النباتات بتعمل الأكل بتاعها through ايه process، عملية ايه؟ طبعا دي عملية البناء الضوئي، فأنا هتهجاها بالراحة. فوتو، برافو. synthesis process. طيب نكمل. that takes place بتحصل فين؟ in their ايه؟ in their leaves. the stem carries water و nutrients from the ايه. الستيم بياخد المية والنيوترينتس من مين؟ from the ايه؟ من الروتس، بياخدهم الأول من الروتس. الستيم بياخد المية والنيوترينتس من الروتس to the ايه؟ to the leaves. بعد كده السؤال رقم 5. the plants use the light of A to make their own food. طبعا بيستخدم ضوء the light of sun. the light of the sun. خلينا نقول the الأول of the sun. the food of the plants is a type of A which is made in their A. طبعا هو نوع من أنواع الشجر، مش السكر يا ولاد اللي احنا بنستخدمه في البيت، لا ده نوع من أنواع الشجر. which is made in their A. الشجر ده بيتعمل فين في النبات بالظبط؟ في الليفز by photosynthesis process. تعالوا بقى لآخر سؤال فأكمل. soil is the source of A and nutrients. التربة بناخد منها nutrients والإيه والووتر. طيب تعالوا بقى في write scientific term و write scientific term. الناس بقى عارفة طبعا اللي أنا بشرح لها معناها. اكتب المصطلح العلمي.
اكتب المصطلح العلمي، بنحط خط تحت اول كلمة او كلمتين في الجملة هما اللي بيعرفونا ازاي نحل. طيب لو بصينا هنا عند اول سؤال a gas taken from the air من الهواء by leaves، غاز بناخده من الهواء، الأوراق هي اللي بتاخده عشان يساعد النبات ان هو يعمل عملية البناء الضوئي او يعمل الأكل بتاعه. طبعا احنا عرفناه خلاص، يبقى الكربون دايوكسيد جاز. طيب تاني سؤال بيقول a liquid، وهنا هكتب اسم حاجة سائلة substance that the plant و animals و humans محتاجهم علشان يعيش، طبعا هو الووتر. الصفحة اللي بعد كده السؤال أوله a part of the plant، جزء في النبات carries water and nutrient، بيشيل الووتر والنيوترينت from the roots to the leaves. مين اللي بيوصل المية والنيوترينت من الروتس للليفز اللي بينهم اللي هو ده stem. the process عملية by which the plant can make its own food. عملية ايه دي يا ولاد؟ عملية البناء الضوئي. يلا photosynthesis process، عملية البناء الضوئي. بعد كده the gas الغاز which is released from plant during، وناخد بالنا من كلمة released أو produced، يبقى هو غاز اللي بيطلع أو اللي بيتم إطلاقه في عملية البناء الضوئي اللي هو غاز مين؟ غاز الأكسجين. بعد كده هنحل سؤال cross out the odd word، وهنا هنختار الكلمة الغريبة كربون دايوكسيد جاز، ووتر، اكسجين جاز، ونيوترين. طب هو النبات محتاج ايه؟ هل محتاج الكربون دايوكسيد؟ هل محتاج الووتر؟ هل محتاج الاكسجين؟ لا، ده بيطلع الاكسجين. هل محتاج النيوترينز؟ يبقى انا كده عرفت اللي انا هختار اكسجين جاز. روتس من اجزاء النبات، والستيمز من اجزاء النبات، والليفز من اجزاء النبات. هل السانلايت من اجزاء النبات؟ لا، يبقى هو ده اللي انا هختاره. تعالوا بقى نحل اصعب الاسئله. سؤال give reason هنا بيقول ليه الروتس have important role in the photosynthesis process of plant. ليه الجذور لها دور مهم في عملية البناء الضوئي؟ طبعا بجاوب أول حاجة بكلمة because. ماشي، because roots بيعملوا ايه؟ برافو، absorb، بيمتص حاجتين absorb water and nutrients from the soil. تمام، دي هي الإجابة. وكمان ممكن أزود أكتب إيه to make their own food. وطبعا their هنا أنا بقصد البلانتس اللي هو اتكلم عليه. طيب photosynthesis process is important for plants to survive. يا ترى ليه عملية البناء الضوئي مهمة عشان النبات يعيش؟ لأن عملية البناء الضوئي دي بتطلع لي ايه؟ هقول because it، و it دي عايدة على الفوتوسينثيسيس process because it لا سوري، ممكن نقول ايه because during أو because the plant can make their own food. وبين قوسين ممكن اكتب جلوكوز sugar during the photosynthesis process. طيب what happens، ايه اللي هيحصل لو النبات مفيش فيه stem؟ هل كان النبات او كان الليفز هتوصل له الووتر والنيوترينتس؟ هقول ايه؟
طبعا ما كانش هيوصل له وما كانش هتحصل عملية البناء الضوئي، كان النبات في النهاية هيموت. فأنا ممكن أقول هقول there is no water، أو ممكن أقول زرار على طول no water and nutrients can reach، بتعرف توصل can reach the leaves of the plant and مثلا ممكن نقول the plant can't make their own food. آخر حاجة خالص and may die، ممكن يموت. طيب ايه اللي هيحصل لو البلانتس can't get كربون دايوكسيد جاز؟ نفس الإجابة يا ولاد، بس هعدل فيها حاجة بسيطة. ايه اللي هيحصل لو الكربون دايوكسيد النبات معرفش ياخده من الهواء؟ هقول the plant، نفس الإجابة بس الحتة اللي في الآخر the plant can't make their own food and may die. طيب ايه اللي هيحصل لو we put a green plant، لو حطيت نبات أخضر في أوضة ضلمة for many days؟ ايه اللي هيحصل للنبات ده؟ هقول ايه؟ the green plant will wilt WILT معناها هيدبل will wilt and turn into هيتحول لي pale green، هيبقى لونه pale green and after a while بعد فترة may die. طيب في السؤال ده بيقول آدم planted a plant in a pot، زي ما انتوا شايفين كده زرع نبات. he put this plant in a soil، حطه في تربة rich in nutrients watered it every day، حطه في تربة فيها nutrients وكان بيسقيه مية كل يوم. he used to cover this pot every day with a carton box to hide it from his brother، بس كان بيغطيه بالبوكس ده عشان يخبيه من أخوه. after many days بعد أيام do you think that this plant will survive؟ بعد كام يوم هل تعتقد إن البلانت ده هيعيش؟ and why؟ طبعا هو البلانت هو وفر له كل حاجة nutrients ووتر، وفر له كل، بس في حاجة واحدة هو منعها عنه، طبعا ضوء الشمس السانلايت وكمان الهواء، لأنه بيغطيه بالإيه؟ بالكرتونة دي عشان أخوه مش بيشوف. فهل تتوقع إن البلانت ده هيعيش؟ yes because it has nutrients and water ولا no؟ طبعا أنا هفكر في no، فأنا هفكر في الاتنين دول بس. no because it needs air and light، no because plant doesn't need water and soil، لا هختار رقم بي دي. وبكده أكون خلصت معاكم حل كل أسئلة الدرس اللي ورا الدرس في كتاب المعاصر.